الحمد لله المتعزز في عليائه، المتوحد في عظمته وكبريائه، النافذ أمره في أرضه وسمائه، حمدا يكافئ المزيد من أفضاله ونعمائه، ويكون ذخرا لقائله عند ربه يوم لقائه. والصلاة والسلام الدائمان على المصطفى من رسل الله وأنبيائه، ورضي الله عن آله وصحبه وأصفيائه. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وما زلنا في ورقة الدكتور البروفيسور محمد جلال الدين محمد صالح عن اللغة العربية، وبين التهميش المتعمد في جبل الشعبية. وهذه الورقة كتبها ونشرها في موقع الإلكتروني، يقول: وتأسيسا على نظرية الشك، هل لنا أن نتساءل عن نوايا الرئيس سياس أفورقي تجاه اللغة العربية، عما إذا كانت هي نوايا ومخاوف المستعمر الأوروبي نفسه الذي وقف من اللغة العربية في عالمنا الإسلامي يوم احتلها الموقف نفسه الذي يقفه منها الرئيس سياس أفورقي في إريتريا حاليا بعد الاستقلال، ووقفه منها الإمبراطور الإثيوبي يوم دخل إريتريا غازيا ومستعمرا بمساندة المستعمر الأوروبي. هايلي سلاس الذي ضم إريتريا في عام 1952 وألقى العلم الإريتري والبرلمان الإريتري، وألقى اللغة العربية واللغة التجرينية اللتان كانتا هي اللغة الرسمية، كانتا لغتان رسميتان للدولة الإريترية آنذاك أو الحكومة الإريترية. وهذا الموقف الذي يقفه الآن إمبراطور الرئيس سياس أفورقي وقفه الإمبراطور هايلي سلاس، وقبله وقفه المستعمر الإنجليزي عن اللغة العربية عندما احتل الدول العربية حتى يبعد المسلمين عن ثقافتهم الإسلامية والتي تكتب وتقرأ باللغة العربية. يقول الدكتور جلال الدين: هل ثمة انسجام وتوافق بين سياسات الرئيس سياس أفورقي السلبية من اللغة العربية في إريتريا وسياسات المستعمر الأوروبي منها في العالم العربي والإسلامي، وأيضا سياسة أباطرة الحبشة وملوكها الإقطاعيين؟ هذا سؤال، هل له إجابة؟ هل ثمة انسجام وتوافق بين سياسات الرئيس سياس أفورقي الذي يقف عائقا ويحول دون اللغة العربية في إريتريا ومطالبة أكثر من نصف الشعب الإريتري بتدريس أبنائه باللغة العربية؟ وكذلك هذه السياسة توافق سياسات المستعمر الأوروبي في العالم العربي والإسلامي. مثلا بلاد المغرب العربي كانت لغتها الرسمية هي اللغة العربية، ولكن جاء الفرنسيون فألقوا اللغة العربية وجعلوا اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية، وتحول اللسان العربي إلى لسان أعجمي. وما زال تجد هنالك لكنة عجمية في اللسان الإنسان المغرب العربي في شمال إفريقيا. حتى موريتانيا التي تعد هي يعني مركز اللغة العربية في إفريقيا
بحيث يوجد فيها ما يعادل 1,000,000 شاعر باهتمامهم باللغة العربية، تجد لكنات أعجمية على لسانهم. وأيضا سياسة أباطرة الحبشة وملوكها من اللغة العربية في إريتريا. للإجابة على مثل هذه التساؤلات من الضروري استعراض سياسة المستعمر الأوروبي أولا، وبعض ملوك الحبش الإقطاعيين ثانيا، ثم ترك المجال للقارئ ونقول للمستمع الآن الإريتري ليقارن بين السياستين من أجل أن يصل إلى نتيجة هو يراها. أولا، الفرنسيون واللغة العربية في الجزائر. الفرنسيون واللغة العربية في الجزائر. يقول بروفيسور جلال الدين محمد صالح: أصدر وزير داخلية فرنسا في الجزائر قراراً في عام 1938 زعم فيه أن اللغة العربية في الجزائر أجنبية، كما قال سياسة فورقي. قال اللغة العربية هي لغة الرشايدة، ولغة جاء بها المستعمر البريطاني لتقسيم المجتمع الإريتري. نفس الكلام، نسخ ولصق. إذن يقول هذا وزير داخلية فرنسا رغم زعم فيه أن اللغة العربية في الجزائر أجنبية، والجزائر أمازيغية. وعلى هذا طبقت فرنسا سياسة تهميش اللغة العربية وعزلها كليا عن الحياة العامة في سبيل فرنسة الشعب الجزائري. وهذا الشعب سار على فرنسا في ذاك الوقت، وفقد يسمى بلاد 1,000,000 شهيد في الستينيات، وكان على رأسه عبد الحميد بن باديس. فيقول هذا الوزير: هذه الدولة الجزائرية اللغة العربية فيها أجنبية، وجاء العرب مهاجرون إلى هذه المنطقة من الجزيرة العربية، إذن هي لغة أجنبية. وماذا عن اللغة الفرنسية؟ هل هي لغة جزائرية أصلية؟ وأن الجزائر أمازيغية، وهذا الوتر يضرب من ذاك الوقت حتى الآن، الأمازيغية في هذه المنطقة. وعلى هذا طبقت فرنسا سياسة تهميش اللغة العربية وعزلها كليا عن الحياة العامة في سبيل فرنسة الشعب الجزائري، التي واجهها ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ عبد الحميد بن باديس الأمازيغي البربري بشعاره الشهير: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. فنحن نقول شعب إريتريا مسلم وإلى العروبة ينتسب، هكذا. فهنا العروبة المقصود منها ليس العرق إنما الهوية. واللغة العربية كما ذكرنا هي لغة كل مسلم، ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولغة الكتاب القرآن، ولغة الأذان، ولغة المحاكم الشرعية. إذن شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. هذا كان شعار عبد الحميد باديس، والذي واجه به الفرنسيين وقاتلهم حتى نالت الجزائر استقلالها وعادت إلى العروبة مرة أخرى. وما زالت فرنسا حتى هذه اللحظة تطبق هذه السياسة على أبناء الجالية المغاربية المهاجرة إلى فرنسا. كل من يتعلم الفرنسية له مكانة في فرنسا، والذي يتحدث بالعربية ليست له مكانة في فرنسا أو في بلاد المهجر.
فيقول فقد كتب السيد عثمان سعدي رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية في جريدة الحياة عام 2000 يقول في يوم 2000 شهر 1 يوم 7 أصدرت وزارة التربية الفرنسية قرارا يطبق في امتحان البكالوريا ينص على أن يكون امتحان اللغة العربية بالنسبة للطلاب العرب من المغرب العربي بالحرف الفرنسي، يعني يكتب بالحرف اللاتيني، أي أن النصوص العربية التي تقدم في ورقة الامتحانات تكون مكتوبة بالحروف الفرنسية وهي الحروف اللاتينية، وإن الجواب يكتب بتلك الحروف. ويشمل هذا القرار الغريب التوقف عن تدريس اللغة العربية الفصحى التي يعتبرها القرار لغة تعاهدية غير حية، اللغة العربية غير حية، واستبدالها باللهجات العامية العربية. كما ذكرنا اجتهد البريطانيون في إصدار كتاب عن اللهجة المصرية وتدريس الطلاب باللهجة المصرية وليس بالعربية الفصحى، لذلك العرب فقدوا لسانهم العربي الفصيح. وهذا القرار القريب التوقف عن تدريس اللغة العربية الفصحى التي يعتبرها القرار لغة تعاهدية خلاص انتهى عهدها غير حية، واستبدالها باللهجات العامية العربية. لذلك الآن تونس، جزائر، المغرب دول متجاورة وقد تكون دول شعوب متمازجة، ولكن يختلفون في النطق وفي اللهج. هذا لا يفهم لهجة التونسي، والتونسي لا يفهم لهجة المغربي، وهكذا يعني. فهذا فرق تسد وخلاف إلى الآن، ما زال خلاف بين هذه الدول في شيء غير معقول. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد فاصل قصير. نكمل ما انقطع الحديث عن اللغة العربية لمقال الدكتور جلال الدين محمد صالح. ويقول هذا الكاتب الذي يدافع عن اللغة العربية في الجزائر وهو السيد عثمان سعدي رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية في جريدة الحياة، كتبه هذا المقال شهر 4 19 عام 2000. يقول في يوم شهر 1/7/2000 ميلادي أصدرت وزارة التعليم أو التربية الفرنسية قرارا يطبق في امتحان البكالوريوس ينص على أن يكون امتحان اللغة العربية بالنسبة للطلاب العرب من المغرب العربي بالحرف الفرنسي. الحرف يعني الآن حتى اللهجات الإريترية كتبت بالحرف اللاتيني، يعني مثلا اللهجة السيهاوية واللهجة العفرية والبلين
والكنامة. هذه ليست لغات، إنما هي لهجات لقبائل معينة كتبت بالحرف اللاتيني. ويقول إذن أي أن النصوص العربية التي تقدم في ورقة الامتحانات تكون مكتوبة بالحروف الفرنسية، وإن الجواب يكتب بتلك الحروف. ويشمل هذا القرار التوقف عن تدريس اللغة العربية الفصحى التي يعتبرها القرار لغة تعاهدية غير حية. هذا عام 2000 هذا الكلام، وهذا غير حقيقي. أن اللغة العربية في 20 عاما الذي مضى نهضت واعترف بها، ولها يوم احتفالي في العام في ديسمبر يحتفل باللغة العربية في الأمم المتحدة. إذن لو كانت ميتة لما احتفل بها في الأمم المتحدة. ولكن هذا حقد دفين من هذه الدولة الفرنسية الكافرة. ويقول واستبدالها باللهجات العامية. وكما قلنا اللهجات الآن كل الدول المغاربية كل يتحدث بلهجته، لهجة العامية ليست اللغة العربية. بينما نجد لغة الدولة في تونس هي اللغة الرسمية، هي اللغة العربية، وكذلك في فرنسا، في تونس، في المغرب، في الجزائر، في موريتانيا. ولكن الحياة حياة فرنسا كلها، وكل التقارير تكتب باللغة الفرنسية والإعلانات وكذا. فإذن الاستعمار حقق هذا الهدف من تهميش اللغة العربية في بلادها العربية الأصيلة. وحجة وزارة التعليم التربوية أو التربية الفرنسية أن الفصحى غير مستعملة في بيوت الطلبة المغاربة. كلام صحيح، يعني اللغة العربية الفصحى لا تجدها الآن في الجزائر، في تونس، في المغرب، في موريتانيا، كل له لهجة خاصة ركيكة. هذا لا يفهم عن هذا وهكذا. لذلك وإن العربية مفروضة أيديولوجيا من طرف القومية العربية التي انتهت وماتت، القومية البعثية، البعث العربي التي أنشأها هذا الكيان الذي أنشأه ميشيل عفلق. هو مسيحي ولكنه يعتز بالعروبة وبالعربية. لذلك يقول المنطق نفسه، يقول منظرو الجبهة الشعبية، نفس الجبهة الشعبية يقولون لا يتحدث العربية غير الرشايدة. الرشايدة هم وفدوا أو جاءوا من جزيرة العرب بعد ما كانت البلاد فيها قحط سنين، جاءوا إلى هذه المنطقة الخصبة واستقروا. لم يستقروا فقط في السودان إنما في إريتريا، إنما حتى دخلوا السودان وهم يعيشون في البادية، في البداوة، لا يندمجون مع المجتمع وليس لهم تعليم فكيف تقارن هذه اللغة إنها لغة الرشايدة؟ والرشايدة أصلا لم يندمجوا مع الشعب الإريتري في مجتمعاته، والمجتمع الإريتري هو الذي يتحدث بلغته العربية وبمعاملاته وتدريسه في اللغة العربية، والخطب التي يخطب بها ما يقارب 40 مسجدا في إريتريا، الخطبة تكون باللغة العربية. أين الرشايدة؟ الرشايدة لا يوجدون في هذه المدن، إنما الرشايدة مستقرهم في إريتريا وفي السودان في البادية.
وكذلك يقولون اللغة العربية غير مستعملة في البيوت، إنها مفروضة من الإنجليز، وافدة من الخارج نتيجة التأثر بثقافة ما بعد اللجوء. طبعا هم يقولون الذين ينادون باللغة العربية هم من درس باللغة العربية في الشرق الأوسط، وهم يريدون أن يفرضوا هذه اللغة الوافدة من الخارج. فإذا نفس النظرية التي قالها وزير فرنسا، وزير التربية الفرنسية، يرددها منظرو الجبهة الشعبية، ويقولون لا يتحدث بالعربية غير الرشايدة. الرشايدة قبيلة عربية جاءت مهاجرة من الجزيرة العربية واستقرت في مناطق بادية، وهم لا يختلطون بأهل البلد حتى في السودان، فهم أهل الرعاة وكذا، وتجار التهريب وتجار البشر، فهم ليس جزء من المجتمع الإريتري. المجتمع الإريتري لا يحسبهم جزء منه يعني. فإذا اللغة العربية كذلك يقولون إذا اللغة العربية غير مستعملة في البيوت. السيهاوي يتكلم بالسيهاوية، والبلين يتكلم في البلين وكذا بلغته وهكذا. وكيف تفرضون إذن التجرينيا كذلك؟ التجرينيا ليست مستعملة في كل البيوت، ولا يتحدث بها كذلك التجرينيا غير أهل المرتفعات وقليل من أهل الجبر في مناطق الإسلامية. كيف تفرضونها على الناس؟ الناس يتعلمون بالتجرينيا، ولكن إذا ذهبوا إلى بيوتهم يتحدثون بلغاتهم وبلهجاتهم، السيهاوية والعفرية والبليناوية وهكذا. فإذن لماذا أنتم تفرضون هذا الرأي على اللغة العربية؟ ثانيا، للإنجليز واللغة العربية في جنوب السودان. ما الذي يربط الإنجليز البريطان بجنوب السودان؟ ما الذي يربطهم؟ تربطهم عقيدة النصارى. فالإنجليز حينما احتلوا السودان دأبوا على فصل جنوب السودان، ويقال أن كثير من القبائل الجنوبية التي جاء بها من إفريقيا وزج بها في دولة السودانية لكي يوازنوا بين الشعب المسلم والشعب النصراني، هذا ما فعله الإنجليز في ذلك الوقت. لذلك يقول بروفيسور جلال الدين محمد صالح: كذلك فعل الإنجليز في جنوب السودان، حيث كتب السكرتير الإداري في السودان ماك مايكل في مذكرته التي أعدها في 10 سبتمبر 1928، يعني كلام بعيد جدا قبل 100 عام، عن مسألة اللغة العربية قائلا: إن نشر اللغة العربية بين زنوج الجنوب يعني نشر الثقافة العربية والدينية والإسلام. صحيح، هنالك لغة تسمى بلغة جوبة، وهي لغة عربية ولكنها مزيج من اللهجات واللغات الجنوبية، وأنا كنت هناك يعني في جنوب السودان، فتستطيع أن تتحدث باللغة العربية المكسرة ويفهم منك الجنوبي، بيفهم من الكلام يعني، لا يحتاج إلى مترجم يعني. فلذلك هم أرادوا من ذاك الوقت يفصلوا هذا الجنوب، ولكن خططوا له لكي يفصل في قريب يعني قبل 10 سنين يعني. وهكذا يقول مايكل هذا عن مسألة اللغة العربية: إن نشر اللغة العربية في بين زنوج السودان يعني نشر الثقافة العربية والديانة الإسلامية. هذا هو. حتى الآن السياسة وزمرته في الحكومة يقولون إن نشر اللغة العربية في إريتريا يعني نشر الثقافة العربية
والديانة الإسلامية. وقيل الكنيسة لها تدخل في ذلك، التي تنسر ليلا ونهار في الشعب الإريتري وتدعمه ماديا وإغاثيا، وهم كذلك يضغطون على الحكومة أن تحارب اللغة العربية حتى لا تنتشر الثقافة العربية والديانة الإسلامية. ولكن بعد كل المحاربة هذه اللغة العربية ما زالت تسري في الشعب الإريتري، والآن نسمع تخريج دفعات 4 من الموظفين الحكوميين درسوا اللغة العربية في معاهد اللغة العربية في أسمرة حاليا هذا الكلام. فإذن اللغة العربية فرضت وتفرض نفسها لأنها لغة حية. وبعد دراسة اللورد ليود المندوب السامي البريطاني في مصر لآراء حكومة الخرطوم حول اللغة العربية في الجنوب، كتب إلى لندن قائلا إنه من المرغوب فيه ولا اعتبارات سياسية وإدارية ودينية وتعليمية اختفاء اللغة العربية في جنوب السودان، وأن تحل اللغة الإنجليزية محلها في المناطق التي يكون التخاطب غير عملي باللهجات المحلية. لذلك منعوا دخول العرب في جنوب السودان وأغلقوا المدارس والمعاهد العربية التي كانت هناك ليحاصروا اللغة العربية والثقافة العربية والديانة الإسلامية. فهو يقول وأن تحل اللغة الإنجليزية محلها في المناطق التي يكون التخاطب غير عملي باللهجات المحلية، وينبغي تشجيع الإداريين البريطانيين تعلمها. لذلك هذا كله ما يجري محاربة اللغة العربية اختصرت في نشر الثقافة العربية والديانة الإسلامية. هذا خوفهم من اللغة العربية. وإلى حلقة جديدة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.